قصتنا النهاردة قصة حقيقية واقعية وحصلت فعلا. وطبعا أنا بحكيها لكم علشان خاطر العبرة والموعظة وعشان نتعلم منها. وقبل ما نبدأ في القصة ياريت تعملولي لايك واشتراك في القناة. أنا اسمي حلا، وكنت عايشة عند خالتي من بعد ما أبويا وأمي توفوا، علشان ما كانش عندي حد إلا هي. واتجوزت من واحد جار خالتي. وفي يوم من الأيام من بعد شهر من جوازي، كنت واقفة في الأوضة، كنت بحضر شنطة جوزي علشان كان مسافر. ولما دخل عليا الأوضة يومها قال لي: انتي لسه ما خلصتيش الشنطة يا حبيبتي؟ أنا لازم أمشي دلوقتي، صاحبي مستنيني برا. قلت له: خلاص اهو يا حبيبي، فاضل حاجات بسيطة بس وهحطها في الشنطة، معلش. انت متعرفش انت هتوحشني قد ايه. رد عليا جوزي وقال لي: ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي وما يحرمنيش منك أبدا، بس المهم الفترة اللي أنا هسافر فيها دي عايزك تقعدي مع بابا وماما، أصل مش هينفع تقعدي لوحدك في شقتنا هنا. قلت له: ربنا يخليك ليا، بس أنا كنت عايزة منك موبايل علشان أعرف أكلمك منه. قال لي: لو طلبتي موبايل ماما مش هتقولك حاجة، علشان احنا قايلين وشارطين قبل الجواز إن مش هيكون في موبايلات ولا نت. قلت له: بس يا حبيبي أنا هبقى مكسوفة أطلب من مامتك التليفون كل شوية علشان أكلمك، وكل شوية هروح أقولها هاتي تليفونك يا ماما علشان خاطر أكلم جوزي. على العموم مش مشكلة، خلينا دلوقتي في اللي احنا فيه. أنا هاجي دلوقتي معاك المطار علشان أوصلك. رد عليا جوزي وقال لي: لا مش هينفع طبعا، علشان اللي هيوصلني صاحبي، ومش هينفع طبعا ترجعي معاه لوحدك ولا ايه؟ وطول ما انا مسافر مفيش خروجات من البيت، حتى السوق لو عوزتي اي حاجة ماما تبعت تجيبها لك، انتي ما تخرجيش خالص. قلت له: اللي تشوفه يا حبيبي. بعد ما جهزت له شنطته اللي مسافر بيها وخلاص نزل ومشي، لقيت حماتي وحماية مستنينا تحت. وحماية قال له: مش كنت تقعد شهرين ولا 3 يا ابني؟ علشان عروستك يا حبيبي، ده انتوا لسه متجوزين ما بقالكوش شهرين. ردت حماتي عليه وقالت له: وهو يقعد جنب الغندورة مين اللي هيأكلهم ويشربهم؟ سيبه يسافر يشوف أكل عيشه. وانت يا ابني يا حبيبي ابقى ابعتلي فلوس أول بأول علشان أجهز أختك. يا حبيبي ما انت عارف أنا قربت أجوزها. رد عليها وقال لها: أكيد يا ماما، أشوف وشكم بخير، أنا لازم أخرج دلوقتي علشان صاحبي في العربية. حبيبتي اوعي تزعلي ماما. قلت: اه يا حبيبي، ربنا يخليك ليا. وبعد ما سافر كنت في يوم نايمة في أوضة أخته، لقيت حماتي جاية وبتقولي: ما تقومي بقى يا فرح، خلاص احنا بقينا الظهر، يلا يا حبيبتي قومي وطلعي الحاجات من الفريزر عشان نطلع، علشان نبتدي تعملي الأكل. ولما قمت لقيت حماتي كانت لابسة. قلت لها: صباح الخير يا ماما، ايه ده انتي لابسه رايحه فين؟ هو انتوا خارجين ولا ايه؟ قالت لي: اه يا حبيبتي، خطيب بنتي مستني بره وعايزنا نروح ننقي العفش معاه. قالت لي: بقولك ايه، لو خطيب بنتي دخل معانا الشقه مش عايزه اشوفك خارجه بره خالص، تدخلي الاوضه على طول وتقفلي على نفسك من جوه، سامعه ولا لا؟ قلت لها: عارفة يا ماما والله من غير ما تقولي. وطبعا علشان أنا أحلى من بنتها بكتير كانت بتخاف على عريس بنتها مني. المهم وبعد لما حماتي نزلت أنا بقى رحت داخلة المطبخ. بعد ما دخلت المطبخ ببص كده ورايا لقيت حد داخل ورايا، ببص كده وبتلفت لقيته حماية بيقولي: ايه ده، هو انت لسه بتعملي الاكل ولا ايه؟ انا قلت له: انت خضتني. وقلت: بسم الله الرحمن الرحيم، مش تقول حاجة يا حماية، حد برضه يدخل كده مرة واحدة؟ انا قربت اخلص اهو، انت جعان ولا ايه؟ قال لي: لا لا، ما احنا كده كده هنستنى الناس اللي بره، لازم نستناهم. بقولك ايه، اقعدي انتي لانك واقفة على رجلك طول النهار، اخرجي انتي وانا هجيب كوبايتين حاجة ساقعة ونقعد نشربهم انا وانتي. قلت له: طيب ماشي، اخرج انت يا حبيبي وانا هجيب الحاجة الساقعة وهاجي وراك. راح حماية قال لي: انتي تعرفي كلمة حبيبي دي عمري ما سمعتها من عيل من عيالي. لا يا حبيبتي، روحي انتي وانا هجيب الحاجة الساقعة هاجي وراكي على طول. وفعلا خرجت وقعدت بره وشربت الحاجة الساقعة. وبعدها بقوله: بجد الواحد كان محتاج يشرب حاجة ساقعة في الجو الحر ده، حر جدا يا حماية. قال لي: شفتي بقى يا قلب ابوكي، انا حاسس بيكي ازاي. بس بقولك ايه، بطلي كلمة حماية دي اللي بتقولها لي على طول، وقوليلي يا بابا احسن. قلت له: بس كده، عينيا الاتنين يا احلى بابا في الدنيا.
وشوية كده حسيت نفسي ان انا تعبانة قوي من وقفة المطبخ. حماية قال لي طيب روحي ريحي شوية هنا كده ولما حماتك تيجي هصحيكي. قلت له لا معلش انا هدخل الأوضة احسن لحسن تيجي حماتي، وكمان قالت ان خطيب بنتها ممكن يدخل معاهم. قال لي طيب ادخلي انتي واول لما حماتك تيجي هبقى ادخل اصحيكي بعدها. دخلت نمت في الأوضة وبعد شوية صحيت على صوت مي وهي بتقولي يا حبيبتي انا جيت اهو، انتي فين؟ انتي على طول كده نايمة، ما تقومي تقعدي شوية. قلت لها مش عارفة يا مي والله مالي. قالت لي تفتكري تكوني حامل؟ قلت لها مش عارفة، عموما هجيب اختبار حمل واشوف ايه اللي مخليني عاملة كده. قالت لي طيب يلا يلا قومي كده، يلا نقعد في الصالة برا واوريكي الحاجات اللي انا اشتريتها في جهازي. قلت لها بقولك ايه، انا عايزة اطلب منك طلب. هو ينفع وانتي خارجة تجيبي السجاد بتاع بيتك تقولي لمامتك ان انا اجي معاكم؟ بجد انا نفسي اخرج قوي. قالت لي طيب عموما انا هقول لماما، بس اسفة يعني لو هي موافقتش، بس انا هحاول. انتي عارفة ان اخويا قبل ما يمشي موصي ماما ومحرج عليها ان انتي ما تخرجيش من البيت طول ما هو مش موجود، وماما بتسمع كلام اخويا جدا. قلت لها ماشي، مع اني مش فاهمة يعني ليه رافض يعني مبدأ الخروج مع اني هخرج معاكم انتي ومامتك. قالت لي طيب يلا انتي بس قومي دلوقتي ناكل الاول وبعدين هوريكي الحاجات اللي انا اشتريتها ونبقى نشوف الموضوع ده. وفعلا قمت معاها وفضلت تعبانة كده فترة، وحماتي جابت لي اختبار حمل وكانت واقفة مستنية لما خرجت. قالت لي ها فرحي قلبي يا بنتي وقوليلي انك حامل ولا لأ. قلت لها لسه ربنا ما كتبش يا حماتي، الحمد لله على كل حال. قالت لي وماله يا بنتي، ربنا يكتب لك الخير يا رب. ربنا مش رايد دلوقتي. لقيت مي بقى داخلة على مامتها وبتقول لها الحقي يا ماما، خالة خطيبي ماتت وهم مسافرين من دلوقتي، ينفع نسافر معاهم نعمل الواجب؟ حماتي قالت لا حول ولا قوة إلا بالله، البسي يا بنتي وخلينا نروح معاهم نعمل الواجب. قلت لها هما منين يا حماتي دول؟ قالت لي من الشرقية. المهم خليكي مع حماكي لما يجي خلي بالك منه، ده مريض يا بنتي ولازم ياخد الدواء بتاعه. قلت لها لا يا ماما ما تقلقيش. وبعد لما مشيوا خرج حماية من اوضته وقال لي مالك قاعدة كده ليه يا بنتي وقافلة التلفزيون مش بتتفرجي على حاجة ليه؟ قلت له اعمل ايه، التلفزيون ممل قوي ومش عارفة اتفرج على حاجة. قال لي طيب واللي يخرجك خروجة تحلفي بيها طول عمرك تعملي ايه؟ وقفت كده وفرحت قوي وقلت له يا خبر بجد يا بابا انت هتخرجني؟ طب قول لي انت بتتكلم بجد، انا بحبك قوي والله يا بابا. قال لي اوعي تقولي لحماتك ان احنا خرجنا. قالت له ماشي وقال لي يلا روحي بقى البسي، وبعدها دخلت بسرعة. وبعد كده لما خرجنا لقيته راح عند سنترال. قلت له ايه يا بابا هو انت هتشحن ولا ايه؟ قال لي لا انا عايزك تدخلي المحل تنقي احلى موبايل، اسمعي اوعى حد يشوف معاكي. وانا طبعا كنت طايرة من الفرحة علشان حماية هيشتري لي موبايل اللي كنت محرومة منه. وقلت له معقول انا هشيل موبايل اخيرا بجد يا بابا، مش عارفة اشكرك ازاي. وبعدها دخلنا المحل واشترالي الموبايل فعلا. وبعد لما خرجنا قال لي انا عايز اشوفك دايما فرحانة ومبسوطة، يلا عشان نجيب عشاء من بره ونروح ناكله في البيت. قلت له انا مش عايزة اقولك ان انا بقيت افرح ازاي لما حماتي ومي يخرجوا. قال لي اوعدك كل ما هيخرجوا هخرجك، وبجد اي حاجة نفسك فيها هعملها لك. وبعدها رحنا البيت وكان حماية دخل المطبخ. قلت له رايح فين يا بابا، انا هحضر الاكل وهجيبه لحد عندك. قال لي لا 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 اقعدي انتي اقعدي كده زي الهانم وانا هعمل كل حاجة يا حبيبتي. وبعدها قعدت واكلنا، حماية بياكلني في بقي، حسيت معاه بحنان الاب الله يرحمه. وبعدها نمت معرفش نمت ازاي، وصحيت على صوت مي وهي بتقولي ايه يا بنتي انت خم نوم ولا ايه؟ احنا نسيبك شوية في البيت نرجع نلاقيكي نايمة، ما تقومي كده. وبعدين البيت ماله مكركب كده ليه؟ قلت لها انا بس زهقت من القعدة لوحدي فقلت انام شوية. واقولك ايه، انا طالعة شقتي اخد شاور وبعدين هرجع انزل. وفي الوقت ده طلعت مي موبايلها وقالت لي طيب خدي موبايلي كلمي جوزك احسن وجع دماغنا من الصبح. قلت لها تمام ماشي، واخدت تليفونها وطلعت شقتي واتصلت بجوزي وقال لي ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟
انا زعلت قوي ان ماما كانت بايته بره، انا هبعت موبايل لبابا علشان اعرف اكلمك عليه. قلت له تمام اللي تشوفه، ممكن اقفل بقى علشان عايزه اخد شاور. قال لي هو في ايه مالك يا بنتي، عماله تتكلمي معايا بالطريقه دي ليه؟ انا كنت فاكر ان انا وحشك قوي زي ما انتي وحشاني. قلت له اكيد وحشني، بس انا عايزه اخد شاور بعد اذنك. وبعدها قفلت السكه على طول وقعدت امسك. جابهولي حمايه وعملت اكونت جديد، لقيت طلب صداقه مبعوت لي من شخص اسمه سامح. وشويه وبعت لي رساله وقال لي مساء الخير، معقول القمر يكون عامل اكونت ومش باعت ليا؟ قلت له هو انت مين؟ قال لي انا حماكي، وعرفت ان الاكونت بتاعك من بياناتك، وكمان علشان معمول بنفس الرقم اللي اشتريتهولك امبارح. قلت له يا خبر ابيض، يعني كده ممكن حد غيرك يعرف ان انا عملت الاكونت؟ قال لي لا ما تقلقيش، بس سيب التليفون من ايدك دلوقتي علشان حماتك اخدت المفتاح وقالت انا طالعه، انها طالعه تشوفك بتعملي ايه. قلت له طيب ماشي. بعدها سبت التليفون من ايدي، ولما حماتي طلعت عندي الشقه قالت لي مالك قاعدة كده ليه؟ مش المفروض كنتي بتاخدي شاور وتنزلي على طول؟ مش في حاجات في الشقة تحت عايزة تتعمل؟ قلت لها معلش اصل انا كنت بكلم جوزي وقلت بعدين ابقى انزل. قالت لي جوزك مين اللي كنتي بتكلميه؟ هو حالا كان لسه مكلمني دلوقتي وقال لي اطلع اشوفك بتعملي ايه. قلت لها ايوه انا فعلا كلمته قبل ما اخد شاور، بس كان زعلان مني. قلت له هرن عليه دلوقتي علشان اصالحه. هو في حاجة؟ هو في تحقيق يعني ولا ايه؟ قالت لي ولا تحقيق ولا حاجة، انزلي كلميه تحت من عندي من الشقة. انتوا يعني مش هتقولوا اسرار؟ قلت لها حاضر انا نازلة، نازلة وراكي اهو. وبعدها نزلت، وطبعا كنت بطلع التليفون بتاعي لما بكون لوحدي في الأوضة، والصديق الوحيد اللي كان عندي هو حماية. وعدى شهور، وفي يوم وانا في الأوضة في شقة حماتي دخل حماية الأوضة وقال لي ايه يا بنتي، انا كنت فاكرك نايمة، مالك؟ مالك قاعدة كده ليه على السرير؟ قلت له والله مش عارفة يا بابا مالي، تعبانة كده، حاسة ان انا تعبانة من ساعة ما صحيت. قال لي طيب ريحي كده شوية ولا اقولك تعالي اقعدي معايا برا لحد ما حماتك ومي يرجعوا من برا. قلت له حاضر. وبعدها اغمى عليا وما حسيتش بنفسي، ولما فتحت عينيا لقيت حماتي ومي واقفين قدامي مكشرين. لقيت مي بتقولي حلا من غير لف ولا دوران، احنا عايزين نعرف اللي في بطنك ده يبقى ابن مين؟ قلت لها بطني؟ يعني ايه اللي في بطني؟ مش فاهمة حاجة. حماتي قالت لي تقدري تقوليلي انت حامل ازاي يا نن عيني وجوزك مسافر بقاله 6 شهور؟ قلت لها حامل ازاي يعني؟ ايه يا حماتي اللي انت بتقوليه ده؟ والله ما اعرف اي حاجة، ما هو على ايدك انا ما بخرجش من البيت خالص ولا بروح في اي حتة. قالت لي فينك لحد ما نشوف هنعمل ايه. وبعدها خرجوا وقفلوا الباب عليا. لقيت مي بتوشوش مامتها وبتقول لها معقول يا ماما اللي في دماغي يكون صح؟ قالت لها ايه اللي في دماغك يا بنتي، في ايه؟ قالت لها انا سمعت قبل كده ان في حاجة اسمها جن عاشق، دي حالة فعلا ما بتخرجش من البيت خالص. حماتي قالت لها ادخلي اوضتك ومش عايزاكي تخرجي منها، انتي سامعة ولا لا؟ واياكي تتكلمي معاها نص كلمة. مية قالت لها حاضر يا ماما، بس انتي ناوية تقولي لاخويا ولا هتعملي ايه؟ قالت لها قلتلك اخرسي ومش عايزة اسمع صوتك. وبعدها دخلت حماتي عند حماية اللي كان قاعد ومش عايز يتكلم. ولما حماتي دخلت قالت له هي البت دي حامل ازاي ومفيش الا انت الراجل الوحيد في البيت؟ قال لها قصدك ايه يا ولية، انت اتجننتي ولا ايه؟ معقول هعمل كده مع مرات ابني؟ قالت له انا ما قلتش كده، بس ممكن يكون فعلا ده حصل. على العموم في تحاليل هتوضح ان كان كلامي صح ولا لا. بعدها لقيت حماية قرب على حماتي وقال لها ارجوكي، الشيطان ضحك عليا، انا مش عايزه اخسر بيتي ولا اخسر اي حد. حماتي راحت بصاله كده وقالت له اخص عليك راجل عرة، انت تعمل كده في مرات ابنك والبت على طول قريبة منك وهي فاكرة انها علشان هي يتيمة وبتحبها، اتاري في حاجة تانية. حماية قال لها انت مش هتقولي حاجة ابدا للواد صح ولا مش صح؟ ارجوكي، انا ما كنتش اعرف ان الموضوع هيكبر كده. حماتي قالت له والله ده يومك مش هيعدي معايا وبكرة تشوف. قولي هو الكلام ده كان بمزاجها ولا مش بمزاجها؟ قال لها حماية طبعا بمزاجها. امال يعني انا كنت اعمل كده غصب عنها؟ ازاي يعني؟ ده حتى هي اللي خلتني عملت كده. حماتي قالت له والله لو اوريك يا راجل يا ناقص. وبعدها لما عدى يومين حماتي وقفت قدام البيت وفضلت تقول بصوت عالي يا لهوي يا خرابي الحقوني،
الحقوني يا ناس، مرات ابني راحت، مرات ابني ماتت، الله يرحمك يا غالية. وبعدها الكل دخل وحماتي كانت قافلة الباب. جت الست اللي بتغسل وقالت لها أنا رأيي نخلص كل حاجة دلوقتي. حماتي قالت لها مش قادرة أتصور إنها راحت، ما تعرفيش أنا كنت بحبها إزاي، دي كانت زي بنتي مش مرات ابني. طبعا حماتي كانت بتقول كده وكان باين عليها الحزن، أو بمعنى أصح كانت بتمثل إن هي حزينة قوي. بعدها مي بنتها وقفت جنبها وقالت لها هو في ايه بالظبط، هو ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي بيحصل وايه اللي انت بتعمليه ده يا ماما، بصينية الأكل اللي دخلتها لها. حماتي قالت لها اخرسي، اخرسي انتي، مش عايزة اسمع صوتك خالص، وقومي من هنا يلا. قالت لها مين اللي عمل كده يا ماما، انتي هتخلي دماغي تروح في حتة تانية خالص، الناس عمالة تبص علينا. قالت لها امشي من هنا يلا، مش عايزة اسمع صوتك خالص. وبعدها حماتي اتصلت بجوزي، واول ما كلمها قال لها هو في ايه، انا عمالة ارن واتصل عليكي مش بتردي من بدري. قالت له والله انا مش عارفة اقولك ايه، البقاء لله، مراتك ماتت. قال لها انتي بتقولي ايه يا ماما، ازاي ماتت، ازاي ده حصل، وليه ما قلتليش، ما قلتليش عشان انزل. قالت له تنزل فين يا حبيبي، هو يبقى خسارة من كله، بقولك ايه، اوعى تنزل الاحسن لحسن تخسر شغلك. قال لها ازاي يعني يا امي، دي مش مراتي دي ولازم اكون جنبها ولا ايه. قالت له بقولك ايه يا واد، ما خلاص بقى اللي راح راح واحنا عملنا الواجب وزيادة. قال لها انا مش مصدق يا امي، مش مصدق انها ماتت فجأة كده، ربنا يرحمها. حماتي قالت له ولا تزعل نفسك، اول ما هتنزل هشوف لك عروسة تناسبك. قال لها عمري ما هلاقي واحدة زي حلا، ربنا يرحمها. وبعدها قفل السماعة. وبعدها سمعت حماية بيقول لها انا مش عارفة اشكرك ازاي على اللي انتي عملتيه، ما قلتيش لابنك على اي حاجة. قالت له هو انت فاكر انا عملت الموضوع ده علشانك، انا عملته علشان خاطر مش عايزة ازعل ابني وهو مسافر، بس انت هتطلقني وكل واحد هيروح لحاله. حماية قال لها اطلقك، اطلقك ايه، انا ما اقدرش اعيش من غيرك ابدا، وكمان قلتلك ان دي غلطة وهي كانت السبب فيها. حماتي قالت له انا لولا عارفة ان الناس هتشك فينا كنت خليتك تطلقني دلوقتي، امشي يلا من الأوضة واخرج برا. ويا ريت لو هتقعد في الشقة اللي فوق شوية. ولقيت خالتي عفاف جت كانت قاعدة مع جوزها محروس برا، لقيته بيقول لها اسمعي، عفش بنت اختك ده احنا هناخده. قالت له عفش ايه اللي انت عايزه دلوقتي، ما خلاص البنت ماتت، هفكر في عفش، الله يرحمها. بس جوزها قال لها فكري كويس في مستقبلنا، العفش ده كان جاي بشيء وشويات، احنا ناخده نستفيد بيه. قالت له احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي، انا حاسه ان انا ظلمتها بالجوازه دي. قال لها ليه بقى، ان شاء الله ما كانت عايشه احسن عيشه. وفي شقة حماتي اللي في الدور اللي تحت كانت حماتي قاعدة في الصالون، وخرجت مي من أوضتها ومعاها الموبايل بتاعي اللي كان حماية اشتراهولي. راحت قايلة لمامتها أنا مش قادرة أصدق إزاي عملتوا كده في البنت، ماتت بسببكم انتوا الاتنين، موتوها، ماتت بسببك انتي وبابا. مامتها قالت لها اخرسي، قطع لسانك، ابوكي ايه يا بنتي اللي هيعمل كده، وانا كمان عملت فيها ايه. ما هي قالت لها حلا كان معاها موبايل، كانت عاملة اكاونت والوحيد اللي كان بيكلمها منه هو ابويا، كان عامل اكاونت فيك، مش قادرة اصدق والله. حماتي راحت قايلة لها هاتي الزفت ده، وعارفة لو حد عرف حاجة بالموضوع ده مش هيحصل لك طيب، ويلا امشي من قدامي علشان نروح نخلص ترتيب شقتك. قالت لها مش قادرة اصدق انتي ازاي كده عايزة تكملي فرحتي بعد كل اللي حصل ده. قالت لها فرحك هيتم واخوكي مش هيعرف حاجة، وانتي خلاص كلها كام يوم وهتمشي من البيت، واللي حصل ده تنسيه خالص. المهم نزلوا من البيت وحماية كان واقف وسامع كل حاجة. وبعد شوية دخل الحمام وانا كنت موجودة فيه، واول ما حماية شافني قال لي ايه ده، انتي هنا ازاي، مش المفروض ان انتي، وسكت شوية. قلت له ان ايه، اني مت، انا مش هروح من هنا قبل ما اوريك اوديك الحبس اللي انت عملته فيا ده. قال لي اعمل ايه، اصل انت حلوة قوي واللي حصل ده كان غصب عني. قلت له ازاي تعمل فيا كده، ده انا مرات ابنك، ده انا كنت بقولك يا بابا، كنت بثق فيك جدا وكنت بحس معاك بالامان، لدرجة اني كنت بحس ساعات ان انت زي ابويا. راح ردد عليا وبيقولي انت فعلا عايشة ولا انا بيتهيألي، ولا ده حلم ولا ايه. وبعدها لقيته اغمى عليه
وبعد لما سبته ونزلت رحت شقة يحيى صاحب جوزي، قالي انتي ازاي تخرجي من البيت؟ انتي المفروض قدام الناس ميتة، ممكن اعرف كنتي فين؟ قلتله كنت في بيت حماية، كنت عايزة اتأكد ان هو اللي عمل فيا كده. قالي انا بصراحة مش عارفة اصدق ازاي ده حصل، ازاي يعملوا كده، وكمان ازاي دخلوكي المقابر؟ قلتله ايوه، بعد الاكل اللي انا اكلته ما حسيتش بحاجة الا وانا في المقابر، وبدأت أفتكر اللي حصل في بيت حماية، وكل اللي أنا افتكرته إن أنا فعلا أغمى عليا. ولما فقت لقيت حماتي ومي واقفين وحاطين إيديهم على بطني وبيقولوا لي قومي انت حامل ازاي. وبعد كده حماتي جت وجابت لي أكل وقالت لي كلي اطفحي مع إنك ما تستاهليش اللقمة. قلت لها طب خلينا نتأكد من كلام الدكتور يا حماتي، أنا محدش جه جنبي ولا حد لمسني. قالت لي طب اطفحي وانت ساكتة. وبعدها هي خرجت من الأوضة وكان حماية بره، وقال لها ها قالت لك ايه؟ ردت حماتي قالت له ولا حاجة، بقول لك ايه، انت النهارده هيكون اخر يوم ليها في البيت ده، او اخر يوم ليها في الدنيا كلها. حماية قال لها عندك حق، بس انا خايف احسن حد يعرف ان احنا اللي عملنا كده. قالت له لا ما تخافش، الدنيا كلها عارفة ان احنا بنحبها، ولا يمكن حد هيشك فينا، بس اللي حصل ده خلاص هنتطلق انا وانت، علشان انا مش عايزة اشوف وشك تاني. وفي الوقت ده مي خرجت وقالت لهم الحق يا بابا، الحق مش يا عارفة ماما، مش حالة مالها. ايه اللي حصل لها؟ دي قطع النفس خالص. وبعدها لما فقت بصيت حواليا، ما كنتش شايفة اي حاجة، والدنيا حواليا ضلمة علشان انا كنت مدفونة في المقابر. حماية وحماتي دفنوني، أيوة دفنوني وأنا حية، وما شفتش جبروت في جبروتهم أبدا. وبعدها فضلت أصرخ بصوت عالي وأقول حد يفتح لي، حد ينقذني من هنا، أرجوكم حد يساعدني، أنا ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة علشان تعملوا فيا كل ده. وفضلت أخبط كتير، وفجأة لقيت الباب اتفتح وكان يحيى صاحب جوزي. لما شافني فضل باصصلي شوية كده ومستغرب، ولقيته ساكت. وبعدها قال لي حلا معقولة انتي لسه عايشة؟ انا مش مصدق نفسي، الحمد لله يا رب ان انتي لسه